تعرف إن كل الأشخاص اللي موجودين في الدايرة بتاعتك هم عبارة عنك أنت بس متجسدين من بره. كل شخص موجود في حدود الدايرة بتاعتك أو بتقابله أو بتتعامل معاه وفي صفات معينة، أو الصفات اللي فيه دي مضايقاك وبتفضل تتكرر عليك، هو عبارة عن انعكاس ليك. الكون اللي احنا عايشين فيه ده هو كون منظم جدا وماشي بقوانين دقيقة جدا، ومن أهم القوانين الكونية دي هو قانون الانعكاس. قانون الانعكاس بيقول إن الخارج ما هو إلا انعكاس للداخل بتاعك. يعني معنى كده إن كل شخص موجود هو عبارة عن مراية ليك، مراية للداخل بتاعك. يعني ايه؟ يعني كل شخص عبارة عن كشاف بيسلط الضوء على جزء مظلم جوه منك، في حتة هنا عايزة تتصلح، صلحها. كل شخص موجود حوالين منك هو رسالة جايالك عشان تظهر لك شيء موجود في العمق بتاعك، محتاج ان انت تشتغل عليه. يعني مثلا كمثال، لو انت عشت بتعاني من الرفض فهتقابل ناس دايما ترفضك، وتفضل تغير في الناس وتلاقي برضو الاشخاص الجديدة بنفس الصفات برضو بيرفضوك. يعني هنا الوجوه هي اللي بتتغير لكن الوجع اللي بيقابلك واحد. ليه؟ عشان ده رسالة ان انت تفوق وتبص لجوه منك وتشوف نقطة الخلل دي وتصلحها. اول ما تصلح النقطة دي خلاص الخلل ده بينتهي من جواك، والناس اللي بره دي يا بتتغير معاك يا اما بتختفي من حياتك تماما، وبيجي في حياتك اشخاص تانية مختلفة تماما. وده يفسر لك ليه مثلا ممكن تكون في اشخاص في علاقة، مثلا انت مثلا في علاقة عاطفية مع شخص، الشخص ده فيه صفات انت بتكرهها، وبعد كده لو انت والشخص ده سبتوا بعض وبعد كده دخلت في علاقة جديدة، دخلتي في علاقة جديدة، تلاقي الشخص التاني في نفس الصفات بتاعت الشخص الاولاني. فهنا الناس بتعمل ايه؟ بتقول انا حظي وحش دايما في العلاقات، لكن هنا في الحقيقة دي رسالة عمالة تتكرر عليك او عليكي عشان تقولك انتبه للداخل، فوق وبص جواك، صلح اللي جوه. هنا في خلل، بص للي جوه علشان اللي بره يتصلح. كذلك مثلا اللي هو الشخص اللي بيكون مثلا بخيل في علاقة مثلا، ودايما بخيل مع الطرف التاني اللي معاه، لكن مثلا ممكن يكون هو اصلا مش بخيل مع اصحابه، مش بخيل مع اهله، فنلاقي الشخصيه اللي معاه دايما بتشتكي ده هو بخيل عليا انا بس. ده يدل على ايه؟ يدل على ان في خلل في الداخل بتاعك، هو اللي بيخلي الشخص ده يكون انعكاس ليكي في البخل او في الصفه اللي مش عاجباكي دي. فهنا شغلك كله لازم يكون على الداخل مش على الخارج. هنا احنا لما بيقابلنا مثلا اشخاص مش عاجبنا فيهم صفات معينه، بنعمل ايه؟ بنقطع علاقتنا بيهم، او بنحاول ان احنا نواجههم ونغيرهم بالقوة. استحالة ان الشخص اللي قدام منك يتغير العادات اللي فيه اللي مش عاجباك الا لو انت اتغيرت من جواك. اتغيرت من جوايا ازاي؟ حطيت ايدي على الوجع، على الجرح. ايه اللي عامل لي الجرح ده؟ افكار مكبوته جوه مني، صدمات من الطفوله موجوده جوه مني ما تعالجتش، حاجات جوايا، وجع، جرح، حاجه معينه عملت لي خلل في الداخل. لازم اشتغل على الخلل ده واعالجه. اول ما احرر المشاعر المكبوته دي واعالج الجرح او الصدمه اللي جوايا، هلاقي الشخص ده يتغير معايا يا اما اختفى تماما من حياتي، وبعد كده يظهر لي شخص تاني يكون مناسب لوضع الجديد، للداخل الجديد بتاعي. هنقيس على كده كل العلاقات، انا مش بتكلم بس في العلاقات العاطفية، قيس على كده دايرة الاصدقاء بتاعتك، دايرة المحيطين بيك، دايرة زملائك في العمل، دايرة العلاقات العاطفية بتاعتك، كل ده مربوط بالداخل بتاعك، هو مراية للداخل بتاعك، هو الكشاف اللي بينور لك على نقطة الخلل اللي موجودة جوه منك. وانت لازم تشتغل على اللي جوه عشان تغير اللي بره. طب ايه هي الصفات اللي ممكن تقابلني في اشخاص مثلا وافهم ازاي الرسالة منها؟ لان في اشخاص كتير بتتواصل معايا بتقولي مثلا انا في حياتي شخص نرجسي بس انا مش فاهمة ده جاي في حياتي ليه، ده بيعكس ايه جوايا. مش كل الناس بتكون عارفة الشخص اللي قدامها ده انعكاس لايه. فانا هحاول ان انا اساعدكم ببعض الصفات واقول لكم الصفات دي بتعكس ايه جواكم عشان تشتغلوا على ايه بالظبط وتصلحوا الخلل ده. أول نقطة هنتكلم عنها وهي أو أول صفة هي الشخص الأناني أو الشخص المستغل. لما يكون في حياتك أو لما يكون في حياتك شخص بيستغلك أو بيعاملك دايما بأنانية، الشخص ده ايه الرسالة اللي جاي لك بيها؟ الشخص ده جاي برسالة بيقولك انتي أو انت ظالم لنفسك،
ظالم لنفسك ليه؟ انت بتعمل ايه؟ انت ظالم لنفسك لان انت مش حاطط حدود واضحة مع الناس. انت ما بتقولش لا لحد، انت بتيجي على نفسك، انت بترضي الكل على حساب روحك، انت بتدي كتير وفي المقابل الناس اللي قدامك مش بتديك وانت راضي بكده. انت كمان بتعيش في دور المنقذ والضحية، لما بتلاقي حد قدامك عايز حاجة بتخش جري وتنقذه وتديله الحاجة دي حتى لو هتيجي على طاقتك وعلى حساب نفسك. فهنا ده جاي يعلمك درس مهم جدا، هيفضل يتعامل معاك بنفس الاسلوب لحد ما انت تتعلم او انت تتعلمي ان انتوا تقولوا لا. انا دلوقتي الحاجة اللي انت طالبها مني او اللي انت طالباها مني دي فوق طاقتي، انا ما اقدرش اعمل كده، انا لو عملت كده ابقى انا بضر طاقتي وبضر نفسي. هنا في اللحظة دي اللي انا اتعلم فيها ان انا احط حدود واضحة مع اللي قدامي، وان انا ما اجيش على نفسي، وان انا ما اقبلش ان حد يستغل الطاقة بتاعتي واقول لا. في اللحظة دي الداخل بتاعي بيكون اتغير، لان انا بدأت ان انا ارسم الحدود الواضحة بتاعتي، وبالتالي الشخص ده يا اما هيبطل ان هو يعاملني بالانانية وبالاستغلال بتاعه ده، ويعاملني بطاقة متوازنة اللي هو طاقة اخذ وعطاء متوازنة، يا اما هيختفي من حياتي تماما، وبعد كده هيظهر في حياتي شخص اخر تكون الطاقة بيني وبينه متوازنة. تاني صفة بتظهر للناس في حياتها، ودي من اكتر الصفات اللي بيقابلني ناس ويشتكوا منها، او من اكتر الاشخاص اللي بتظهر في حياة الاشخاص ويبقوا مش عارفين ده انعكاس لايه بالظبط. الشخص النرجسي المسيطر اللي هو دايما عايز يسيطر عليك. هنا الشخص ده الرسالة منه ايه؟ رسالته جايالك علشان تقولك خد بالك، انت عندك خوف من الفقد، وعندك عدم احساس داخلي بالامان، عندك مشكلة في نقطة الامان الداخلي. فهنا انت بتاخد او بتستمد الامان بتاعك من الخارج. فاللي بيحصل هنا ايه؟ ان بيظهر لك الشخص ده ويبقى مسيطر عليك وعلى الطاقة بتاعتك. ليه؟ لان هنا انت بتبقى خايف ان انت تكون لوحدك، فالشخص ده بيكون مسيطر عليك لان انت اديته مفاتيح امانك. فهنا دي نقطة خلل كبيرة. ليه؟ لان انت المفروض في الحقيقة بتاعتك بتستمد الامان بتاعك من الله سبحانه وتعالى ومن نفسك. انت نفسك من جواك كاملة، مش محتاج ان انت تعتمد على حد او ان انت تاخد امان من حد. ففي اللحظة اللي انت بتعتمد على الخارج في الامان بيحصل لك تعلق مرضي، وتلاقي نفسك مع شخص مسيطر عليك بشكل كبير وبيأذيك وبيأذي الطاقة بتاعتك، وتلاقي نفسك محبوس جوه الدايرة بتاعته مش عارف تبعد ولا عارف ان انت تخرج منها، وكل ما تحاول ان انت تطلع منها تتحرق بنار الدايرة دي. فهنا الحل ان انت تعمل ايه؟ ان انت ترجع لمركزك وترجع الى الله سبحانه وتعالى، ويكون امانك دايما من الله سبحانه وتعالى. انت مش محتاج لحد ان انت تتعلق بحد عشان تاخد منه احساس الامان. اعرف ان انت مكتمل من الداخل وان امانك تاخده من جواك. اول ما تعرف ان انت امانك الوحيد هو الله بصدق وبحقيقة قوية من جواك، وكمان تاخد امانك وتستمده بنفسك من جواك، في اللحظة دي الشخص ده هيتغير معاك يا اما هيختفي من حياتك تماما. عشان كده معظم الناس اللي دايما موجود في حياتها شخص نرجسي هي مش عارفة تخلص منه، كل ما تحاول تخلص منه تقع في اذاه اكتر. فخد بالك قوي من النقطة دي، لان في ناس كتير قوي بتعاني من وجود شخص نرجسي في حياتها. تالت شخص ممكن يقابلك في حياتك ويكون فيه صفة معينة سيئة هي البخل. ان انا اكون مع شخص بخيل، او ان انا كل ما اخش مثلا في علاقة او اقابل مثلا صديق او صديقة في حياتي الاقيهم بخلاء. ليه هنا صفة البخل دي بتحصل او هي رسالة بتقولك خد بالك انت عندك خلل في الاخذ والعطاء. اما انت بتبخل على نفسك، ومش شرط بس في المادة، انت بتبخل بالاستمتاع مثلا بحياتك، بتبخل في شيء معين في الداخل على طول بتبخل على نفسك بيه. اما انت عندك عطاء بزيادة، اما انت بتبخل على نفسك بزيادة، اما انت بتدي اللي قدامك دايما بزيادة قوي وبتستخسر في نفسك. هنا في خلل في الاخذ والعطاء، فيجي لك الشخص البخيل زي كشاف كده عشان يقولك خد بالك عندك خلل في طاقة الاخذ والعطاء، صلحه. حب نفسك، هات لنفسك، اختار لنفسك اغلى واشيك حاجة، ما تستخسرش في نفسك. الاشخاص اللي هي بتستخسر في نفسها اللي هو ممكن يبقى مثلا معاه او معاها فلوس وتقول لا انا مش هجيب الحاجه دي
برغم ان هي عندها استطاعه ان هي تجيبها. انا هجيب الارخص مثلا، انا هجيب الحاجه الرخيصه دي ليا وهجيب لاولادي الحاجه الاغلى. لا، زي ما تجيب لاولادك او زي ما تجيبي لاولادك هاتيلك انت كمان. دللوا انفسكم، لان انت لما تدلل نفسك وتدي لنفسك القيمه بتاعتها بطريقه صحيحه، انت كده الطاقه بتاعتك سليمه. لما تبتدي ان انت تستخسر في نفسك وتعاملها بشح وببخل، ما تستغربش ان انت في حياتك اشخاص بيبخلوا عليك. يعني هنا نقطة الخلل بتاعك او بتاعك من الداخل هو نقطة الاخذ والعطاء. لازم الطاقة نفسها تكون طاقة متوازنة. لما حتى تبقى في علاقة ما تديش الشخص اللي قدامك بزيادة، هتديله بزيادة هيبقى هنا في خلل في طاقة الأخذ والعطاء. هيحصل إيه؟ هتتعلق بيه، هيحصل تعلق، وهتلاقيه بعد كده بيهرب منك. ولا تبخل عليه بالزيادة. زي ما الشخص اللي قدامي بيديلي انا اديه. ولما حد يجي مثلا، من اكتر الحاجات اللي توقع الاستحقاق بتاعك ان مثلا حد يجي يديك هدية معينة فانت ترفضها بشدة وتقول لا انا ما باخدش هدية. لا عادي، خد هدية. ايه المشكلة ان انت تاخد هدية؟ خد بالك ان انت هنا لازم دايما تعامل نفسك باحسن صورة وباحسن شكل. لما تيجي تاكل في حاجة معينة اختار احسن طبق، احسن كوباية، ما تستخسرش في نفسك. كل النقاط اللي انا ذكرتها لك دي تعمل لك وجود صفة البخل في حياتك، شخص بخيل في حياتك. فلو انت عندك شخص فعلا بخيل موجود في الواقع بتاعك، شوف الحاجات اللي انا قلتها دي وراجعها وعدلها. اول ما تعدلها وتدي لنفسك القيمة الصحيحة من الداخل وتخلي الطاقة بتاعت الاخذ والعطاء عندك متوازنة، يا الشخص ده هيتغير معاك تماما يا اما هيختفي من حياتك. رابع صفة ممكن تقابلك في شخص في حياتك وهي صفة الكذب والنفاق. ليه ممكن يظهر لك في حياتك شخص يكذب عليك او ينافقك؟ ده جاي لك برسالة مهمة جدا جدا، جاي عشان يقولك خد بالك انت بتضحك على نفسك وبتوهم نفسك بحاجات غير حقيقتك. ازاي الكلام ده؟ يعني انت مثلا ممكن تكون في علاقة عاطفية، العلاقة دي بتأذيك وبتأذي الطاقة بتاعتك باستمرار، بس انت مكمل فيها وبتجملها، واهم حاجة عندك صورتك قدام الناس مع ان انت بتستنزف طاقيا في العلاقة دي. ممكن تكون شغال في شغلانة برضو نفس القصة، بتتعبك جدا وبتستنزف طاقتك وانت بتشتغل بالعافية ومش لاقي نفسك ومش حاببها، بس اهم حاجة شكلي ومستوايا قدام الناس. هنا انت بتوهم نفسك بحقيقة هي مش الحقيقة الداخلية بتاعتك. فيجي الشخص المنافق او الكذاب ده يظهر لك عشان يقول لك خد بالك انت عمال تكذب على نفسك في الداخل. انتبه للنقطة دي وصلحها. عيش بحقيقتك، عيش بالحاجة اللي روحك تروح ليها، اللي تبقى مبسوط فيها، اللي انت تعرف تدي فيها وتطلع منها بنجاحات وتتطور. ما تعيش في الحاجة اللي انت تتظاهر فيها ان انت كويس ولكن في الداخل انت منهار طاقيا، عمال تستنزف طاقيا والطاقة بتاعتك يحصل لك فيها استنزاف. وكل ده عشان تبني صورة وهمية والحقيقة من جوه مؤلمة. لان هنا في اللحظة دي الشخص اللي بيكون كده بيكون عنده احتراق داخلي، هو عايش بصورة مش صورته الحقيقية. دايما ينعزل، دايما يقعد مع نفسه، دايما يبقى موجوع، دايما يبقى متضايق، وبيظهر قدام الناس بصورة تانية. فلو انت ظهر لك في حياتك اشخاص دايما تكذب عليك وتنافقك، خد بالك من النقطة دي. واجه نفسك بحقيقتك وعيش بحقيقتك الحقيقية. ما توهمش نفسك بحاجة الحقيقة بتاعتك عكسها. خامس صفة ممكن تظهر لك في شخص في حياتك وهي صفة ان انت تقابل شخص على طول باستمرار يشتكي. الشخص اللي هو النكدي السلبي اللي كل ما تقعد معاه يقولك انا تعبان، انا عندي كذا، انا عندي كذا، انا بيحصل لي كذا، ويفضل في شكوى مستمرة لحد ما يمتص الطاقة بتاعتك وتقوم وتسيبه وانت حاسس ان انت جسمك مكسر، تعبان، مخنوق من العيشة كلها، وخلاص الحياة قدامك سودة. وجود شخص زي كده في حياتك جايلك ليه؟ جايلك عشان يقولك خلي بالك انت عندك مقاومة داخلية، انت عندك تذمر داخلي للواقع بتاعك، وعندك مقاومة للسعي. انت المفروض ان انت تقوم تسعى وتسعى للتغيير فيحصل تغيير حقيقي في الواقع بتاعك، بس انت قاعد مكانك عمال تتذمر من الداخل على الواقع بتاعك وعمال تقاومه. كل ما انت هتقاوم الواقع اكتر كل ما الشخص ده هيقابلك اكتر في حياتك عشان يقولك خد بالك انت هنا مش راضي ولا مسلم لامر الله سبحانه وتعالى.
هنا الحالة دي تعالجها ازاي في الداخل بتاعك؟ ان انت تعيش بالتسليم وبالرضا، ترضى بالواقع بتاعك. اول ما ترضى بالواقع بتاعك وتسلم وتسعى سعي بجد وتحط نية قوية، هتلاقي الشخص ده اختفى من حياتك، وهتلاقي كمان حياتك ابتدت تجيلك فرص جديدة، ابتدت دايرة الجمود اللي في حياتك نفسها تتكسر، فهتلاقي نفسك بطلت ان انت تقاوم، انت عشت في الرضا وفي التسليم. وهنا نقطة الرضا او التسليم مش هتجيلك مرة واحدة، انت لازم تمرن نفسك ان انت تعيش بيها، تغير عاداتك، تغير حاجات كتير جواك، دايما تفكر بإيجابية وتحلل كل حاجة بتحصل حوالين منك، وتشوف ردود افعالك او مشاعرك اللي خارجه من جواك دي، هل المشاعر دي فعلا هتعمل لي تغيير في الواقع بتاعي ولا هتضر الواقع بتاعي اكتر؟ فهنا الشخص ده جاي لك برساله ان انت عمال تقاوم من جواك الوضع اللي انت فيه. وقف مقاومه وسلم، وخليك دايما راضي باي وضع انت فيه، وخليك شخص مرن. في اللحظه اللي انت هتكون فيها مرن، هي دي اللحظه اللي كل الابواب الجديده هتتفتح لك فيها، لما ترضى بالواقع بتاعك وتحمد ربنا على النعم اللي موجوده في حوالين منك في الواقع بتاعك. سادس صفة ممكن تقابلك في شخص في حياتك هي صفة الشخص الخاين، أو الشخص اللي هو بيتخلى فجأة ويهرب بدون أي سبب واضح، تلاقيه اختفى فجأة من حياتك. وهنا مش شرط ان فقط في العلاقات العاطفية، ده ممكن يكون في دايرة الأصدقاء، في دايرة زملاء العمل، في أي دايرة تانية. تلاقي مثلا أشخاص كتير بتخونك باستمرار، أشخاص مثلا تكون موجودة في حياتك وفجأة تختفي بدون أي سبب. ده بيحصل ليه؟ ده رسالة مهمة جدا عشان تاخد بالك ان انت استحقاقك منخفض، ان انت عندك إحساس بالنقص الداخلي، ان انا حاسس ان انا مش كفاية، ان انا عندي خوف داخلي وما عنديش ثقة في نفسي. فهنا ده بيجيلك عشان يحط عينك على نقطة الخلل دي. والخلل اللي موجود جواك ده حاجة قديمة جدا منذ الطفولة، صدمة أو جرح انت مريت بيه، موقف انت مريت بيه، حاجة قوية مريت بيها خلتك تحس ان انت قليل وان انت مش كفاية. فبقيت مثلا لما تيجي في علاقة مع شخص، سواء بقى صداقة أو علاقة عاطفية، تحس دايما بخوف وتحس ان انت مش كفاية، انت اصلا استحقاقك منخفض، حاسس ان انت ما تستحقش مثلا ان انت تتحب. وكل ده موجود عندك في اللاواعي وطالع وانت مش حاسس. فهنا دي رسالة جاية لك علشان انت تشتغل على استحقاقك وتشتغل على ثقتك بنفسك، وتنور لك وتقول لك خد بالك ان الخوف الداخلي اللي متخزن في اللاواعي بتاعك ده هو اللي عمال يظهر لك في هيئة الاشخاص اللي عمالة تخونك بشكل مستمر او تهرب منك بشكل مفاجئ. دي سابع شخص ممكن يظهر في حياتك وهو الشخص المنتقد دايما ليك، اللي هو يفضل على طول باستمرار يلوم فيك. الشخص ده بيجيلك ليه؟ الشخص ده بيجيلك لان انت عندك خلل جوه، ان انت اصلا بتجلد في نفسك، انت على طول في حاجة معينة جواك مش عاجباك، سواء بقى شكلك مش عاجبك، جسمك مش عاجبك، وضعك او نجاحك او حياتك مش عاجباك، في حاجة معينة فيك انت عمال 24 ساعة تفكر فيها ومش عاجباك. فبيجي الشخص ده عشان يظهر لك ويقول لك ارحم نفسك، خلاص كفاية، بطل ان انت تجلد في نفسك، يفضل ينتقد فيك، يفضل يلوم عليك عشان يخليك ترجع للداخل تشوف فين الخلل، فتلاقي ان انت على طول بتجلد في نفسك، تلاقي ان انت على طول حالك مش عاجبك. هنا في النقطة دي يبتدي ان هو يفضل ينتقد فيك ويلوم عليك اكتر واكتر، لحد ما انت تنتبه وتبطل جلد الذات وان انت تلوم في نفسك. اول ما بتحط عينك على نقطة الخلل دي وتبطل القصة اللي انت بتحكيها عن نفسك وتبطل لومك لنفسك وجلدك لذاتك، في اللحظة دي بتلاقي الشخص ده اتغير معاك. هنا بيبطل ان هو ينتقدك، او بيبطل ان هو يلوم عليك، او حتى بيخرج بره حياتك تماما، وانت بترتاح من الموضوع ده. بس الموضوع ده اساسه هو ان انت بتجلد في نفسك طول الوقت. فلو انت عندك في حياتك شخص دايما بيلوم عليك ويفضل ينتقدك وانت متضايق، ابحث بقى في الداخل بتاعك، شوف ايه اللي فيك مش عاجبك، ايه هي الحاجة اللي مش عاجباك جوه منك وعمال تلوم في نفسك طول الوقت عليها. وهنا في نقطة مهمة أنا حابة إن أنا أقولك عليها، مش كل العلاقات لازم تكون علاقات فيها خلل وتوجعك، في علاقات بتكون متصالحة جدا معاك، زي الأشخاص اللي هي بتدعمك وتقف جنبك وتكون فعلا حقيقي سند وظهر ليك. الأشخاص دي برضو جايلك برسالة إن أنت متصالح مع نفسك، إن أنت مصلح الخلل اللي جوه منك، إن أنت شغال على نفسك، صح.
فهنا الحاجة الصح اللي انت تعملها مع نفسك ان انت تبطل تتخانق مع الاشخاص في الخارج. لما يقابلني شخص مثلا بخيل، شخص فيه صفة معينة، ابطل شكوى، ابطل ان انا اشد معاه. اعرف ان هو مجرد انعكاس ليك، هو مراية ليك. فانت بص في المراية دي وشوف هي بتعكس لك ايه جوه منك، وابتدي ان انت غير اللي جواك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. استحالة ان اي حاجة في الواقع بتاعك تتغير طول ما انت الداخل بتاعك زي ما هو. فازاي تقعد تلوم على الاشخاص وانت اصلا الخلل موجود جواك؟ وفي نقطة كمان مهمة جدا ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، ان انا دلوقتي لما يقابلني شخص مثلا منتقد ليا او بيلوم عليا او نرجسي، انا بعمل ايه؟ انا بحط نفسي في دور الضحية، ان انا اوقع ضحية تحت صفات الشخص ده. هنا بيحصل ايه؟ هنا الواقع بتاعي بيتضر اكتر، لان وقوعي تحت دور الضحية وانا اصلا كل حاجة بتحصل في الواقع بتحصل لي من نفسي، ده اكبر خلل انا بوقع نفسي فيه. هنا في اللحظة دي الواقع بيتعرقل اكتر وسلطة الشخص ده عليا بتزيد اكتر، لان انا بحط نفسي ضحية تحت منه. فهنا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيفرض سيطرته عليا اكتر، او بيفرض الصفة السيئة اللي فيه دي اكتر، لان انا هنا ضحيه. والضحيه من صفاتها ايه؟ الضحيه من صفاتها ان هي ملهاش اي سلطه، هي مجرد ضحيه، والشخص اللي هو ليه سلطه عليها هو اللي بيمارس عليها الصفه السيئه اللي هي بتعاني منها. فخد بالك ان انت ما تحطش نفسك ابدا ضحيه لاي شخص في حياتك. اول ما يظهر لك حاجه معينه في شخص مش عاجباك، ابتدي ان انت ابحث في الداخل بتاعك، اعرف الخلل فين وصلحه. واي حد عايز يعرف صفة معينة مثلا لشخص موجود في حياته انا ما قلتهاش، يقدر ان هو يكتب لي في كومنت وانا هرد عليه. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو. وما تنساش ان انت تنضم لينا في ورشة عمل معادلة تغيير الواقع. احنا في المعادلة دي بنشتغل 3 ايام عملي و3 ايام تطبيقي عشان نقدر ان احنا ننفذ المعادلة دي على ارض الواقع ونوصل للهدف اللي احنا عايزين نوصل له.